اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست فاهم قصدي. النهارده يا جماعه هنتكلم على العربيات والطرق والكباري والمخالفات الغريبه اللي موجوده في بلاد مش بلدنا طبعا الحمد لله. استاذ جلال، اخبارك ايه مع العربيات؟ والله يعني انا ماليش في العربيات قوي. بحس ان العربيه يعني وسيله مواصلات اكتر من اي حاجه. يعني مش فارق لي قوي بقى فيراري ميراري الانواع والحاجات دي ما ولا تشغلني. مش اني عارف اجيب ولا واحده منهم، بس يعني مش بتمثل لي حاجه قوي يعني. بس ما بتفتيش في العربيات، يعني مش بتقول ان انت عارف وانت مش عارف. لا يعني مثلا اقول لك انا مثلا العربيات لا ما بفتيش طبعا، عشان انا فعلا ما اعرفش. وفي نفس الوقت لما بشتري عربيه، وده حاجه مش بتحصل كتير، ما بركزش قوي في عارف انت دايما يقول لك اصل العربيه دي بياعه، اصل العربيه توربو. دي تقيله في السوق في اعاده البيع، اصل اه العربيه دي اصل دي فرنساوي. انا بجيب العربيه اللي تعجبني، وان شاء الله بقى لما يجي الوقت اللي احنا نغيرها هنشوف هنعمل ايه اه يعني. انا اصلا خريج هندسه ميكانيكا، فكان بس انا باور، بس كان معانا اصحابنا في سيارات. ففاكر ان في يوم من الايام واحد ركب معايا وهو سيارات، وعمال بيتكلم على الباشن بتاعه والحب للعربيات وبتاع، وانا برضو زيك ماليش في العربيات قوي. نص الطريق واحنا ماشي هو عمال بيشكر في العربيه بتاعه، عربيتك حلوه وعربيتك مش عارف ايه وبتاع. قال له لي بقى هي مانيوال ولا اوتوماتيك؟ ما صدقتش يعني ده سؤال. ده المفروض الجينيوس بتاع انت بتتخرج ازاي طيب؟ لا، وفي حاجه كمان برضو على موضوع العربيات. عارف انت لما تيجي تشتري عربيه، اول حاجه يقول لك بس قبل اي حاجه لازم تعمل فرشه، تغير، تحط جلد وفرش للكراسي، وتحط حاجه للدريكسيون. ليه؟ عشان اللي هيشتري العربيه بعد. طب وانا يعني يعني طب ما انا عايز اتمتع بالعربيه بس برضو. انا عمري ما بحط الحاجات دي. 90% من الحاجات اللي بتحصل عشان انت بتشتري عربيه موديل معين وفئه معينه، عشان دي بتتباع، بتحط لها فرشه عشان اللي هيشتريها. طب واللي بتنال على انه اللي اشتراها ودفع دم قلبه ما ينبسط بيها شويه؟ ده حقيقي. لا، ولما بتيجي تبيع العربيه انا في حاجه بتستفزني شويه، ان اهم حاجه في بيع العربيه هي رشه ولا لا. اه يا لهوي موضوع رشه ده، ونجيب موبايل وسفنجه ومش وقصه. الموتور ممكن يبقى بايظ، التكييف بايظ، الفتيس بايظ، بس مش رشه. مش رشه. تقلق بس لو رشه. وبيقول لك بقى في نقره في الشنطه وفي مش عارف يا جماعه، ما احنا يعني مش هي دي. مش هي دي، ومش في البلد دي يعني، بالظبط. مش في مصر. الدنيا زحمه جدا، تكاتك من كل حته، عربيات من كل انت حته. بتيجي تركن بتحك، انت بتعمل يعني فاهم، طبيعي يعني يعني. الخبطه ببلاش. سهل الموضوع شويه ياه. يعني. يعني قبل موضوع العربيات والسواقه وكده، يعني خلينا نرجع شويه لورا بالنسبه للرخصه. يعني وقت الرخصه وكده، عملت ايه؟ رحت امتحان؟ انا فاكر جدا. مين اللي علمك؟ انا فاكر كان ابويا الله يرحمه جه معايا امتحان السواقه، وكان كل واحد معاه يعني واحد حبيبه ومش عارف ايه، ففي ناس كتير ما امتحنتش اصلا. فانا ابويا بص لي كده قال لي طبعا انت كان نفسك يبقى معاك حد عشان ما تمتحنش، عشان انت ما بتعرفش تسوق. استفزني جدا، قال انت ما لي كنتش بتعرف تسوق كنت فعلا؟ بعرف اسوق. قال لي بس الكورس بقى اللي هو بتاع السواقه ده، قال لي انت اكيد مش هتعرف تعديه. مم. فانا قلت له لا بص ايه، اتفرج عليا. فانا دخلت عديت، بص 100 100. الامتحان كان صعب يعني، امتحان صعب قصدي. يعني بتركن وبعد كده ترجع بظهرك ومش عارف تعمل لفه كده وبتاع. بس انا عملتها ولا لمست قمعه ولا اي حاجه، والدنيا زي الفل. والراجل حتى وهو ماشي الف مبروك و100 100 وبتاع. فانت خارج، انا خارج بقى من المرور، مم. مش لاقي، مش عارف اركن فين، لازم تركن بره. فاقرب حاجه كان جنبي طيبه مول. ماشي. فنزلت الجراج بتاع طيبه مول، حكيت العربيه صعب جدا. طب بجد طيبه مول العمدان لازقه مستحيل تعدي. اه مش يعني ده كان امتحان اصعب شويه. جدا. اه لا، وانا بعمل امتحان السواقه، يعني اتعلمت الاول بره. حد جه علمني على العربيه بتاعتنا. ابويا يعني ملوش قوي في ان هو يعلم حد، عشان هو برضو بيتوتر شويه وبيقلق وكده. فلو ايه، شاف حد من قرايبنا يعلمنا على العربيه، فالمهم اتعلمت وخلاص كله تمام. يلا ايه نروح انا جاهز ان انا امتحن. اه الراجل في المرور قال لي عايز تمتحن انت حر. انت عندك تو اوبشنز: يا اما تدخل مدرسه المرور، دي زي عارف مدرسه الحياه كده، اه يا اما تخش تقول انا جاهز وامتحن على طول. لو انت جاهز وتمتحن على طول،
انت بقى كفنك شايله على ايدك، ده بالظبط. هيدي لك امتحان ما يخرش الميه. ده امتحان نظري ولا العملي؟ امتحان عملي. اه امتحان عملي بقى ما يعديش شماخر، ما يعديش منه. مستحيل. اما بقى اذا خدت المدرسه، فانا من غير ما اعرف ايه الباقي انا كملت مع المدرسه، دفعت رسوم المدرسه وما كانش في مدرسه يعني حصتين ولا حاجه، انت بتدفع رسوم المدرسه. فانت بالنسبه لهم انت دخلت المدرسه عندنا. طبعا الاختبار بتاعي كان عباره عن قمعين قدام، قمعين ورا، وعربيه. في واحد بياخدها من النقطه الف ستريت لاين للنقطه ب. بيجي بقى الاصعب بقى، تاخدها من النقطه ب ترجعها بظهرك للنقطه الف يا سلام. في ستريت لاين برضه. بس دول الناس بتوع المدرسه. اه اما شوماخر ده بقى بيطلع وينزل في مول تلاقي. انا لبست بقى في تيمو امتحان مول. شوماخر ده بيبقى في تيمو مول غالبا. السواقه بره مصر، جربت تسوق بره مصر؟ لسبب غير معلوم انا بحب جدا اسوق بره مصر. معظم الحتت بس انت بتحب برضه تسوق في مصر، خلي يعني بالك. انا بحب جدا اسوق في مصر. لا يعني لو رحت سافرت بلد معينه وكان في فرصه ان انا اسوق، انا دايما بعمل كده. اخر مره مثلا انا كنت في كيب تاون، متحمسين جدا، كنت رايح انا واحد صاحبي حسن، وحاجزين عربيه من قبل ما نروح، ويلا وهنروح وعارفين احنا هنروح فين، الاماكن اللي هنروحها، والاماكن كانت بعيده نسبيا، فانت ايه اوفر لك انك تاخد عربيه. المهم حجزنا عربيه، تاخدها منين؟ من المطار. وصلنا المطار، يلا ناخد العربيه، اجراءات تك تك سلام، كل حاجه كانت تحفه لغايه ما وصلنا عند العربيه. بص على العربيه، جاي من عند باب السواق، بفتح الباب ما لقيتش دريكسيون. الله. تبص كده شويه تلاقي الدريكسيون الناحيه الثانيه. يا صدمه عمري. انت اكنك لسه بتتعلم سواقه. انت اكيد لسه كل حاجه بالعكس، اي حاجه هتعملها بالعكس. الدراعات اللي في الدريكسيون اليمين شمال، عايز النور، انت عمال بتشغل المساحات. فالمهم بالعافيه ابتديت اتمشى شويه في الباركينج عشان اخد يعني على السنس وكده، وحسن متوتر اكتر مني جنبي فموترني زياده. المهم ربنا وفقنا، جي بي اس، خرجنا لغايه ما وصلنا للاوتيل، لقينا ركنه حلوه كده، ركننا قلنا بس احنا هنسيب العربيه هنا ومش هنتحرك بيها اكيد. ف وياند اب ان احنا بقينا بنتحرك في الحتت القصيره باوبر. الركنه صعبه، الركنه بفلوس، السواقه صعبه، فراكنين العربيه اللي احنا بندفع ايجارها وبنتحرك باوبر. طيب في المشاوير البعيده اللي احنا اصلا جايبينها العربيه، اجرنا سواق بقى. مش هزار، احنا اجرنا عربيه واجرنا سواق وجبنا السواق على العربيه. يا نهار ابيض والله العظيم. وراكنين العربيه بندفع لها باركينج، فاحنا بندفع في كل حاجه. استثمار رهيب. استثمار رهيب، ما انصحش حد ابدا ان هو يعمل العبط اللي عملناه ده. انا ده حصل لي في استراليا مره. انا قرايبي كلهم في استراليا وبتاع، فابن خالي عارف ان هو يعني قبل ما اسافر هو عنده استون مارتن ان شاء الله يعني ايه عربيه خطيره. فانا هموت اسوقها يعني، أكيد. هموت اجرب اسوقها وبتاع. فهو عدى عليا في الاوتيل وبتاع، فنازلين، فاحنا رايحين للعربيه، فانا عمال بهزر معاه بقول له ما تدهني لفه مش عارف ايه بتاع، هو عمال بيضحك. ومره واحده لقيته هو رايح رايح على اليمين قصدي، وانا رايح على الشمال. فانا مش مصدق من الفرحه، هو فعلا ساب لي العربيه سوقها. ببص لقيت الدركسيون عنده. ايه ده في استراليا؟ استراليا يمين برضو. ما اعرفش. فصدمه، بص وجع قلب بقى. انت وصلت لمرحله ان انت بتفتح بقى خلاص بقى انت داخل سوق، فهو واثق فيا وبتاع، فدخلت ما لقيتش الدركسيون برضه. يا ابن اللذينه. بس هي عربيه خطيره طبعا يا موت. العربيه بقى اللي انت لما بتركب العربيه دي اللي عارف انت اللي هو تبقى ماشي كده في رقب بيجي معاك. ده بيحصل يعني. انا عمري ما كنت قاعد في الموقف ده، بس انا كنت من الرقب اللي بيعدي ده لما عربيات فانسي بتعدي. بجد. يعني ركن، كنا رايحين نشرب قهوه فمشي في حته، راح ركن وبتاع، نازلين من العربيه، لا في تحس ان في كاميرات كده بتصورك يعني. يا ترى ده مين؟ يا ترى دول مين؟ انا ولا حد. بس على ذكر بقى ان انت تأجر عربيه بره، انا برضه مره كنت في البرتغال واجرت عربيه وماشي بيها وبتاع، وراحت كاوتشه ضربت. نامت ولا اتقطعت؟ نامت، لا مسمار يعني. فعادي كوريك وطلعت وغيرت وظبطت الدنيا. فالمفروض ان انت ترجعها المطار برضو وعلى حالتها، هم طبعا بيفحصوها. فانا وانا ماشي في الطريق عمال بفكر طب انا اديها لهم، طب هم هيحاسبوني على البتاع دي، طب هيحاسبوني بكام مش عارف ايه. المهم قعدت ادور، لقيت في ورشه كده ولا جراج، دخلت العربيه قلت له صلح لي الكاوتش، صلحها لي ومش عارف ايه. دفعت حوالي 10 يورو 12 يورو، بس الكلام ده كان زمان يعني. المهم رحت لغايه المطار وبتاع، فبسلمه العربيه، فبقول له هو شاف كل حاجه قال لي تمام. بقول له معلش سؤال يعني لو الفرده كانت نامت وبتاع،
راح مطلع الكاش وبتاع، قال لي 55 يورو. شيت. 55 يورو دي كانت وقتها بتجيب عربيه عندنا عادي. مش ممكن. فالموضوع مرعب في بره، ده مختلف خالص عن هنا. بس انت يوان ده ما دفعتش حاجه؟ لا دفعت اللي هو ال7 يورو ولا ال10 يورو. وما قلتلوش ان الكاوتش؟ طبعا لا يعني. كاوتشك يا باشا، عربيتك زي الفل، السلام عليكم. انا المره بتاعت كيب تاون دي احنا برضو في نظام متقدم صورته هناك. احنا خدنا مخالفه عشان كنا راكنين في مكان، عارف انت الركنات اللي هو انت تركن هنا لمده ربع ساعه، هنا لمده نص ساعه. انا فلاح من القاهره، رحت هناك 3 ساعات، خلصنا خروج واكل وبتاع ورجعنا، اتلزقنا 15 مخالفه. انا تخيلت هيجيبوني منين؟ ما انا مروح. بالظبط. بيعرفوا بقى من الكريدت كارد اللي انت سايبها عندهم، بيسيبوها عندهم لمده شهر شهرين، المرور بيرجع عليهم العربيه دي كذا، ياخدوا منك الرسوم ويبعت لك على الايميل بمنتهى الشياكه في اليوم الفلاني ركنت. المخالفه كانت بكام؟ والله مش فاكر، بس اعتقد انها كانت يعني 20 30 ايكويفالنت ل 20 30 يورو يعني. هم عندهم مش فاكر العمله بتاعتهم كانت ايه. بس يعني اي ثوت ان انا هربت بيها، فاهم؟ خلاص انا سافرت، أيوة. هتعملوا لي ايه يعني؟ بالظبط. بس يعني الحرام ما بيدومش، خلي بالكم. وفي برضو حاجه على ذكر السواقه بره مصر وكده، طبعا يعني انا مش قصدي حاجه، بس تعرف احنا هنا بين كل رادار ورادار في رادار يعني ودي حاجه لمصلحتنا، ودي حاجه احنا بنحبها وشكرا جدا ان انتوا عاملين كده. يعني بجد في رادارات تستغربها شويه. يعني لو انت نازل من كوبري 60 السرعه تكون 50 او 60، صعبه جدا تعملها من غير ما اللي وراك يخبط فيك. ما اللي وراك بيقف برضه. المبهر بقى ان انا كنت مره في المانيا وبرضه كنت مأجر عربيه، وبجد بقى ده كان ابهار، اعجاز علمي بالنسبه لي. على الاوتوبان بتاعهم ده الهاي واي، هو مفيش في حتت معينه مفيش سبيد ليميت، طير في رادارات وفي حاجات، يعني مش رادارات قصدي، في كاميرات وحاجات بس عشان الحزام عشان التليفون، بس السرعه شو عارف بتعرف تعد لحد كام، شوف انت تعرف تجيب ايه. ايوه. فانا كنت ماشي مثلا على 200 اعتقد 220 حاجه كده، عربيه مرسيدس، وبجد انا ماشي في اللين اللي على الشمال، وفي اللين اللي جنبي اللينز هناك صغيره شويه، يعني هي على قد العربيه، مش عاملين حساب الرحراح. وانا بحب يعني متعود على كده. فبجد في اتوبيس ماشي في النص وانا ماشي في اللين الشمال وماشي بسرعه، وجيت جنبه، فانا يعني وقاعد جنبي صاحبي اللي هو مصري بس عايش هناك بقاله كتير، فيعني خد على طباعه مش بيقول لي يا ابني ما تدوس، ما هو ما تكمل. بقول له يمكن بس هو اصله لو جه كده. قال لي لا خلي بالك، لو اي حد هيعمل غلطه غالبا هو انت مش هو. وبجد كان عنده حق، انت الان عشان انت متعود ان في مفاجآت بتحصل، ولا اي مفاجآت ولا اي حاجه، تعدي عادي. على العربيات بقى اللي بتبوظ وتصليح العربيات وبتاع، هل انت من رواد التوكيلات ولا من رواد الحرفيين؟ بص انا دلوقتي من رواد التوكيلات. يعني انا عندي مدرسه او عندي مبدا كده، ان انت لو انت عندك عربيه جديده انت هتقعد مع التوكيل لغايه ما فتره الضمان او فتره ال 100,000 كيلو وات ايفر يعني هتبقى معايا. بعد كده بنروح الحرفيين وكده. زمان كنت بقى كانت عربيه مستعمله اصلا مش جديده. عربيه مستعمله وشاحت نص ثمنها وبقسط في الباقي. اصلا معيش بنزين يودي لي التوكيل. انا بصلحها في البيت اصلا. فكنت بصلحها عند واحد كده جنب البيت، وبجد يا ابني الراجل يعني كم النصب اللي نصبوا عليا. انت مهندس ميكانيكا، ففي حاجه اسمها قواعد موتور. موتور بيبقى قاعد على قواعد، والقواعد دي بتكون سنه طريه شويه عشان تمتص الفايبريشنز والحاجات بتاعته. ماشي. فمره واحده ما اعرفش القواعد دي ثابت قوي كده، فتلاقي انت راكب العربيه تحس ان انت قاعد في الغساله. رحت للراجل قال لي بس يا باشمهندس ما تقلقش خالص، انا المره دي بقى جايب لك قواعد ملبن. وحرفيا كانت ملبن طريه زياده عن اللي انا كنت فيها. الموتور وقع. انا بجد كل اسبوعين 3 انا بروح اجيب جوز قواعد ملبن من عند عم عبد الله العبد. طب والنبي انا استفدت ايه؟ حاجه غريبه جدا بجد. فده عيب، ده بالنسبه لي عيب هي المراكز الغير معتمده، الحرفيين. هو طبعا لا هو في ناس كتير عندها ضمير، وفي ناس كتير كويسه جدا ومحترمه جدا وتروح وتبقى مطمن. بس طبعا في دول والتوكيل برضو اكيد يعني بينصب عليك كتير قوي، يعني فاهم؟ يعني الارقام فلكيه اللي هو بيحسبها يعني كومبيرد لبره. لا يعني اللي شغالين في التوكيل بيستغلوا التوكيل. وفي كتير قوي من اللي شغالين في التوكيلات بيخرجوا يفتحوا ورش لوحدهم ويشتغلوا فبيبقوا عندهم كل الخبره وكل النوليدج. بس باسعار باسعار طبيعيه، مش اسعار ريلاتيفلي احسن شويه. انا فاكر مره وانا صغير
برضو كنت لسه بسوق جديد وبتاع، طلع رخصه يعني ما بقاليش حاجه، والعربيه برضو كانت نص لبه اللي انا واخدها في الاول. هو بيدوك اي عربيه طبعا قديمه في الاول. فانا العربيه باظت وبتاع، فبكلم ابويا قال لي اطلع الحرفيين. عارف اللي هو نظام عايز انشفك ده. ايه اللي هيوديني الحرفيين ينشف؟ فخلاص قلت ايه، فكنت انا وواحد صاحبي كنا لسه خارجين من البيسين الحقيقه. من البسين على الحرفيين حرفيا كنا بالمايوهات بجد. بتكلم جد، كنا بالمايوهات خارجين ومش عارف ايه وبتاع، والعربيه عملت واحنا في الطريق. فقال لك اطلع بيها على الحرفيين، عماله بتسخن ومش فاكر كان ايه. فطلعت بيها على الحرفيين وبتاع، ركنت طبعا. الشاب الميكانيكي الجميل شاف جوز فخاد داخل عليه. تعالى. ايه يا ميدو مالك بيه؟ اتشاطت شاطه اكيد. لا مش بس كده، انا وانا واقف، انا في وقت صغير جه كده مش عارف بيبيع مناديل ولا بيبيع مش فاكر كان بيعمل ايه. فانا يعني اللي هو مش وقته يعني، مش عايز حاجه دلوقتي وبتاع. فبتكلم مع الراجل شويه، لقيته هو ماسك موبايلي، الواد الصغير ده بالمناديل ماسك مناديل شويه وماسك موبايلي في الناحيه الثانيه، عمال ده نوكيا ده ايه ولا ده ايه؟ فانا بجد بسلامه نيه، انا ما حسيتش باي حاجه، فانا بسلامه نيه حاسس ان ده موبايله. فبقول له اه نوكيا ده انا عندي اخوه. ببص في جيبي مفيش حاجه. بس هو الواد يعني هو ما كانش هو عايز يعلم عليا، ما كانش عايز يسرقني يعني. هو طلع خد الموبايل من جيبي، هو طبعا جيب مايو خلي بالك برضه. مفيش حاجه يعني كبيره. بس لا الحرفين انت لو مش فاهم هتتروق. وانت دلوقتي بتروح فين الحرفيين؟ انا بصلحها تحت. لا تحت انا اللي البيت. بصلحها. لا بروح حرفين يعني. لا توكيل اوفر برايسد جدا. ايوه بس لو انت معاك عربيه جديده لسه جايبها دلوقتي حالا، هي لو في الضمان الدنيا بتبقى اسهل بالزبط. واخف كمصاريف. بس لو حاجه حصلت يعني لا قدر الله في العربيه مش عارف ايه صعب قوي. التوكيل لو ما عندكش تامين خصوصا الموضوع صعب جدا يعني. بس انا في وقت من الاوقات علشان كان عندي عمليه في رجلي وبتاع، فانا ما سوقتش لمده 4 شهور 5 شهور، فابتديت استخدم الابلكيشنز والحاجات دي علشان اتحرك. فتجربتك ايه بقى مع البتاع دي؟ انا استخدمت وبستخدم التطبيقات بتاعه المواصلات دي. واكشلي انا في وقت من الاوقات كنت انا الكابتن نفسه. بجد انا عملت كده برضه يعني كانت من باب التجربه يعني، خلينا نجرب نشوف ايه اللي ممكن يحصل وكده. انت عملت كده برضه؟ انا بعد ما انا بقول لك بعد ال6 شهور دول، 6 شهور ممنوع السواقه، ممنوع المس الدواسه ومش عارف ايه، هموت واسوق. ايوه عشان انت بتحب السواقه. انا بحب السواقه مش في العادي. فانا لدرجه ان انا مش بس عايز اسوق اعمل مشاويري، لا انا كمان عايز اشتغل. وخصوصا ان انت لما يعني بتركب كتير الحاجات دي بتحس ان انت دفعت فلوس كتير قوي، فانت بتترجمها ان انت طب انا لو اشتغلت هعمل كل الفلوس دي. والموضوع مش بالظبط كده يعني. طبعا في داون تايم كتير قوي يعني، انت مش بتخلص ده بتركب ده مش عارف ايه وبتاع. بس طبعا هي حاجه كويسه جدا. هو بتقابل ناس كتير قوي وبيحصل مواقف وحاجات. انا مره بقى ركبت، كانت اول اكشلي رحله ليا يعني. انا ما قعدتش كتير يعني بالبتاع ده، بس يعني كان لما بروح مشوار لوحدي وبتاع، طب ليه ما تاخد حد معاك في طريقك هيدفع لك فلوس، يدفع لك حتى البنزين يعني، فكويسه يعني. فانا ركبت واحده ست وابنها صغير وبتاع، فهم دخلوا ركبوا وانا عمال بنظف بقى في العربيه قبل ما اشتغل بقى وعايز ال5 نجوم ومش ال5 كانك رايح تبيعها. انا ملحوس الدنيا بص يعني فاهم فظيع. الست راكبه هي وابنها الصغير وبتاع، والواد الصغير معاه ايس كريم كون وكده وبتاع. فقاعدين ورا وبتاع عمالين، انا سايق في الطريق وهي كل شويه عماله بتقول له خلي بالك خلي بالك خلي بالك، وانا مش عارف ايه اللي بيحصل ورا. وفجاه شفت قلت لك طب الحمد لله بقى ان هو ما جاش على هدومك. ما جاش على هدومك يعني، مفيش حتى حته على هدومه يعني انتوا جاي على هدومه. بتكلم هي كويس قوي ان هو ما جاش على هدومك يا استاذه. فما طولتش بقى. عملت الكيماوي ده على الكنبه وكملت. لا انا مره في الوقت اللي انا كنت برضه انا ما طولتش يعني، قعدت حوالي اسبوعين 3 كده في القصه دي. بس اعتقد في اول او تاني يوم جالي مشوار الساعه 8 9 بالليل حاجه كده. المشوار ده كان فين؟ من العبور. ماشي. خدت اسره جميله، معاها ولادها عيلين صغيرين ومعاها ناني تقريبا، ومعاهم كميه شنط وسترولرز يعني رايحين يغزوا العالم.
رايحين فين؟ رايحين السيرك اللي في نادي الشمس، جسر السويس. ماشي تمام، اهلا بيكم اتفضلوا. حطوا الحاجات في العربيه، اتحركنا. العيال بص يا ابني قمه البهجه والسعاده، رايحين السيرك ومتحمسين. معلش هنتقل عليك يا كابتن. هي بتقولي كابتن عشان انا فاهم كابتن. ماشي هنقعد بس عند الكشك نجيب شويه حاجات، نزلوا شيبسي ميه حاجه. ماشي تمام. رحنا لغايه السيرك. الست كانت يا ابني مبسوطه جدا، الناس مشوا بجد. انا بشكرك انت. واعتقد باك دن كان دلوقتي لما بتيجي تتصل بحد وكده النمره بتتغير. زمان كان خلاص هي عندها نمرتك وممكن تبقوا اصحاب بعد كده عادي. يعني ما كانتش دي خطتي، بس مشوا وبتاع. وروحت بعدها بساعه كده، روحت البيت الساعه 1 بالليل، الاقي تليفون نمره غريبه: الحقني يا استاذ محمد. والله العظيم انا نايم، انا نمت خلاص. روحت ونمت وخلصت ورديتي وتمام. الحقني منه لله. وهم راجعين اللي حصل بقى ان هم راجعين طلبوا نفس الابلكيشن، جالهم حد تاني رجعهم لغايه العبور وقال لها لا انا مش هرجع فاضي، انت محتاجه تديني فلوس عشان انا وديتك حته بعيده. قالت له ما هي دي فلوس. المهم الراجل قفل دماغه وقال لها انا مش عايز تدفعي خلاص براحتك. ما قفلش الرحله وروح، يعني مش روح بقى، مشي بيهم. لا هو نزلهم عند البيت خلاص وهو كمل ساب الرحله مفتوحه. مش انت مش هتدفعي بالذوق، دفعك بالعافيه. يا نهار ابيض. فهي شايفه على الابلكيشن عمال بيسرح والمبلغ عمال بيزيد. وهي كلمتني فاكره ان انا بقى ايه، نائب رئيس مجلس اداره مدير. انا كابتن يعني مش حاجه. كانت قصه حزينه الصراحه. بس الاحساس العام في الموضوع ده اللي انا جربته، ان انت لما بتركب، يعني انت كراكب بيبقى فيه، وخصوصا للبنات يعني في مصر، بيبقى فيه حته رهبه من السواق اكيد. وانت بقى لما بتبقى سواق بيبقى فيه حته رهبه من اللي هيركب. دي اللي انا جربتها. ان انت يعني انا في مره كان طالع لي اسم امل، واحده اسمها امل، فرحت اوكي تمام وبتاع، عديت عليها فما طلعتش امل خالص، طلع 2 يعني هي طالبه لهم العربيه. مفيش اي حاجه تخوف، هم بس يعني ضخمين شويه. فلما ركبوا العربيه انت فجاه بتحس ان انت خلصت كده. ايوه الموضوع وفي نفس الوقت لما موتر شويه. الموضوع بقى بالعكس برضه، ان انت اللي راكب وتلاقي السواق مثلا ابتدى يمشي في شوارع انت مش عارفها مش عارف ايه، فبتبتدي تقلق. ففي حاله قلق من الجانبين. ده اللي بس هم مؤخرا بقى يعملوا حاجات كده يعني زي سيفتي ميجرز وحاجات، اللي هو مثلا تشير الرايد دي مع حد انت عارفه، تشير لوكيشن يعني نحاول. بس هي بصراحه في بلاك كتير عامله الموضوع ده، ان في كاميرا محطوطه في المرايه. بجد نفسي نعمل كده. ده نفسي نعمله جدا. كاميرا ده اجباري، الكاميرا شغاله على طول وبتروح على كول سنتر بقى، ولا بتروح على يعني مركز معين. فهم شايفين اللي بيحصل في العربيه طول الوقت. ايوه الكاميرا، انت قصدك الكاميرا بتجيب اللي بيحصل جوه العربيه اللي جوه. انت عارف كمان دي حلوه جدا. في كاميرا بره برضو عشان في كاميرا بره بقى عشان الحوادث وكده. بقى يقول لك لا ده هو اللي كسر عليا، لا ده انا اللي عملت. واللي جوه دي كمان احسن، علشان اللي جوه دي احسن طبعا عشان السيفتي بتاعت انت بتبقى مطمن يعني خلاص هو في كاميرا، الراجل مش ممكن يعمل حاجه. وصوت وصوره. ده قال لي، ده انا قلت له ايا كان. وفي نفس الوقت والفيديو بيطلع على طول على هناك، فهو مش ان انا لو خدت الكاميرا وكسرتها ولا مش ما ينفعش يعني خلاص بيستريم على هناك على طول. طبعا في دايما يعني حاله من القسوه على المراه وهي بتسوق. في حاله من القسوه على المراه في العموم خلينا نقول كده. بس في دايما تريقه يعني، ستات لما بتسوق وما بيعرفوش يسوقوا ومش عارف ايه. الرجاله لما تحب الستات لما تسوق. بالظبط. انا اكتشفت الموضوع ده غلط 100%، مش 100%، خلينا نقول 80%. بلد زي السعوديه كانت منع سواقه الستات لغايه فتره طويله جدا. قريب مؤخرا وقريب ابتدت الستات تسوق، وللامانه الحوادث قلت جدا. ايه ده بجد؟ دي حقيقه. خش اعمل سيرش وبتاع هتلاقي الحوادث قلت في السعوديه بعد ما الستات ساقت. غالبا الرجاله بطلت تسوق، انا مش عارف. في حاجه حصل انا مش فاهم. هم بيسوقوا بالراحه يعني، الرجاله كانت متهوره. احنا كنا بنخبط ستات اصلا بره في الشارع. يعني كان في دايناميك كده انا مش فاهمه. ولكن دي يعني بلد ممكن نقيس عليها. انا ما اعرفش مصر نسبه الحوادث ستات مقارنه بالرجاله يعني انا ما اعرفش، بس زي ما انت بتقول في برضو في فعلا زي ستيريوتايب على موضوع الستات وسواقه الستات وكده. بس انت ممكن تكويستشن ده كتير لغايه ما واحده ست هي اللي تقول كده. يعني لو انت راكب مع واحده وعربيه جنبك احنا مش شايفين مين اللي راكبها، تعمل حركه مش مظبوط فتلاقي هي تقول دي اكيد واحده ست. ايوه ما هي ساعتها بتبتدي تصدق شويه في النظريه. ما هي مش نظريه. طب ما يعني معلش احنا كام واحد سواقين التوك توك وسواقين الميكروباصات يعني فاهم برضو بيعملوا حاجات متهوره جدا يعني فاهم. فصعب ان انت تحكمها على الستات بس.
ده حقيقي فعلا. فمش عايزين نبقى ضد المرأة، مش عايزين ابدا نبقى ضد من المرأة. هذا المنبر الصغير بنحب نوجه تحياتنا بنحيي كل للمرأة. السيدات. طب يا جماعه احكوا لنا بقى لو في اي موقف حصل لكم وانتوا بتسوقوا او انتوا راكبين جنب حد، عايزين نعرف. سيبوا لنا في الكومنتس وتابعونا على بودكاست فاهم قصدي. اعملوا لايك وسبسكرايب وكل الحاجات، دوس على الزراير كلها، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.